بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أكثر أمراض العين شيوعا هي المياه البيضاء، وكثير من الناس بيسألونا إنه المياه البيضاء دي شنو، يعني الموية دي جاية من وين اللي بتتكون في العين. وحقيقة التسمية طبعا تسمية قديمة جدا، وباللغة العربية صحيح اسمها المياه البيضاء، واحيانا يقال لها الساد، اللي هو بمعنى انه هنالك شيء يسد النظر. بالانجليزي يقال عنها او باللاتيني يقال عنها الكاتاراكت، والكاتاراكت معناتها الشلال، ايضا توصف كانه هنالك مياه تنزل في العين مثل الشلال. لكن طبعا التسمية دي قديمة جدا قبل تطور العلم، فمع تطور العلم الناس اكتشفوا انه ليس هنالك ماء ينزل فيسد الرؤية. ما يحدث في المياه البيضاء أن العدسة بتاعت العين اللي هي في الأصل بتكون شفافة جدا عندما نولد وفي مراحل العمر المبكرة، مع مرور الزمن تبدأ تفقد الشفافية بتاعتها للتأثر بأنواع معينة من الضوء وتقدم العمر وهكذا. فده بيؤدي لأنه بالتدريج اللون الصافي للعدسة يبتدي يتحول إلى لون فيه بعض الصفرة، وبعد ذاك بعد فترة يتحول للون البني الفاتح ثم اللون البني الغامق، وأحيانا يكون لون أبيض. فالناس لما تتقدم المويه البيضاء ممكن يروا في إنسان العين اللون الأبيض بدأ يتكون. عشان كده زمان الناس يفتكروا إنه دي مياه نزلت فسدت إنسان العين. المياه البيضاء هي في الغالب جزء من التطور الطبيعي بتاع الإنسان مع تقدم العمر. تقريبا كل الناس بيجي وقت من الأوقات تكون عندهم موية بيضاء كشيء طبيعي. نحن بنشبه الحكاية دي بالشيب، يعني زي ما تقريبا كل الناس في مرحلة من مراحل العمر بيبقى عندهم شيب، لكن صحيح إنه هو بيجي في الغالب للناس الكبار في السن، لكن برضه صحيح انه ممكن يجي في اي وقت من العمر. في اطفال بيولدوا وعندهم حبه شيب في راسهم، في ناس في الصبا الباكر بيبتدي معهم الشيب، في ناس بيجيهم الشيب في الشباب، وفي ناس ما بيجيهم الشيب الا في وقت متاخر جدا. نفس الحكايه بتحدث في المياه البيضاء، في الغالب بتجي للناس وهم كبار، لكن ممكن يحصل فيها اختلافات، يعني ممكن تجي في سن مبكرة جدا وممكن لحد سن متأخرة خالص ما تكون موجودة. من أكثر الحاجات التطورات اللي حصلت في الطب هي معالجة المياه البيضاء. الآن معالجة المياه البيضاء أصبحت سهلة جدا ونسبة النجاح عالية جدا عن طريق استخدام أجهزة مختلفة. أكثر جهاز مستخدم حاليا هو جهاز الموجات الصوتية، اللي هو بيتمكن عن طريق فتحة صغيرة جدا في العين من إنه يفتت العدسة المعتمة المسببة لضعف النظر في الموية البيضاء، ويخرجها خارج العين عن طريق دخول سوائل وخروج سوائل من العين. وبعد ذاك بندخل عدسة مطبقة بتدخل من فتحة صغيرة جدا بيتم حقنها داخل العين. العدسة دي بعد ما تحقن داخل العين بتمشي تقعد في مكان أو تتفرد عشان تكون بديل للعدسة الطبيعية اللي تم إزالتها، ودي بتعيد للإنسان رؤية واضحة جدا بإذن الله، وبتكون العودة بتاعت البصر أيضا سريعة. يعني من أول يوم الإنسان بيحس بأنه في فرق في الرؤية كبير جدا، أو في تحسن كبير جدا في الرؤية. حقيقة عملية الموية البيضاء الآن هي الأكثر شيوعا في العالم، يعني أكثر عملية في جسم الإنسان بتجرى هي عملية الموية البيضاء للعيون، لأنه زي ما قلنا أي شخص في العالم بيجي وقت من الأوقات بيحتاج لعملية الموية البيضاء.
بل والعملية الثانية برضها عملية عيون. العملية الثانية الأكثر شيوعا في الدنيا هي عملية عيون، اللي هي العملية بتاعة تصحيح النظر عن طريق الليزر. وشكرا جزيلا.